لا بد نتنبه له، وهو جدا 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 مهم. فما هو الذي من فضل الله أن الله رضي عنهم وعد لهم كثرة حسناتهم. وأعظم الحسنات اتباعهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم للدين والتضحية بدمائهم وأموالهم وهجران بلدانهم وعيالهم. هذا ليس بالأمر الهين. وهل هناك شيء كما فعل حاطب بن أبي بلتعة؟ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم ثم إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه عقيدة نرسمها في أذهاننا وأذهان أجيالنا. نحن نعتقد في الصحابة أن الله رضي عنهم، نعتقد في الصحابة أنهم عدول، لأن لو طعنا في عدالتهم لطعنا في القرآن ولطعنا في الأحاديث. وهذا ما يريده أهل البدع والأهواء، وهذا ما يريدهم حتى يحكمون أهواءهم. ونعتقد أنهم غير معصومين، ولكن أخطاءهم إن كانت باجتهاد فهم مأجورون على اجتهادهم، وإن كانت على سبيل المعصية فهي مغفورة لهم لأنهم تابوا ولأن حسناتهم تذهب سيئاتهم رضي الله تعالى. بعدين الله حكم عليهم بالرضا، تجي أنت تنقصهم؟ الله قد حكم لهم بالرضا، محمد رسول الله والذين آمنوا معه. فنقول انتبه. إذن هذا